هذه اللجنة السعودية لسباق الحمام الزاجل، نادي القطيف. سباق الزاجل، حمام الزاجل. أنا حسين حكيم رئيس نادي سباق حمام الزاجل بالقطيف. اليوم سباق سكاكا. اليوم سباق الماراثون 1050 كيلو. طبعا اليوم الاستعداد جارية، وتشرفنا اليوم بزيارة نائب رئيس اللجنة السعودية لسباق الحمام الزاجل الأستاذ عبد الله البخيت. طبعا الأستاذ عبد الله البخيت معروف عنه حب الهواية. طبعا دعيناه اليوم وجارنا للإشراف على النادي وعلى الشباب وهذا الشباب. وطبعا سباق اليوم طبعا سباق دولي بمشاركة دولة البحرين معانا في السباق، واحنا طبعا 4 أندية: نادي القطيف، نادي الدمام، نادي الأحساء، نادي الأحساء الغربي. وإن شاء الله الإطلاق بيكون يوم 29 يوم الخميس في منطقة سكاكا. الحقيقة جاتني دعوة كريمة من رئيس نادي القطيف زميلي وصديقي حسين الحكيم أبو هشام، والحقيقة ما أقدر أرد له طلب يعني. ولكن طبعا السباق هذا هو سباق يعتبر دولي، لأن مشاركة البحرين والبرضو معنا من عندنا من السعودية عندنا نادي القطيف ونادي الدمام، وأيضا نادي الأحساء ونادي الأحساء الغربي. نعم. والرياض برضو؟ طبعا السباق تقريبا 1200 كيلو من سكاكا، ونتوقع يعني انه حيكون يعني سباق جيد، وان شاء الله نشوف الاخبار الطيبه ان شاء الله. ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. نادي الزاجل بالحمام نادي القطيف، واليوم متواجدين الى سباق سكاكا 1050 كيلو. وهذا الاخوان الكرام. الاسم الكريم عقيل عجاج، عبد الله غلاب، سلمان القصاب، عبد الله محمد العبيد، سيد سكر الحواج، مصطفى مدي، سيد دعسري، سيد حمزة، سعيد المدي، سيد علي الشريف، بدر بناي، بدر الحكيم، محمد الخليل، هادي البناي. ما شاء الله عليكم، بالتوفيق يا شباب. حياكم الله. متواجدين في التحجيل الاخ والحكم عبد الله المسعري. طبعا عبد الله المسعري باع كبير في التحكيم، واحد هواة المملكة المعروفين والرموز المملكة. فالاخ عبد الله ما شاء الله شغله 100%. طبعا جاي من طرف نادي الدمام، وعندنا الحكم الثاني الحمادي، الاخ الحمادي عطنا من نادي الحسا. طبعا هذا بعد احد الحكام المميزين ودائما يحكم، والحمد لله متوفقين بتحكيمه. ربي يعطيكم العافيه، شرفتونا هني. حكيم يسجل، وهذا اللي سجلوا للسباق سكاكا ان شاء الله 1050 كيلو. سباق الماراثون. الله يوفق الجميع. سابقين معنا الان يستلمون طورهم وسجلوا اساميهم. الاخ الكريم عبد الله غلاب، عبد الله غلاب، مسجلين لسكاكا سجلنا سكاكا 1050 كيلو. مودي لي 30 طير. بالتوفيق. الحبيب معاك علي جاسم ابو مؤيد، بطل تيمة، ما شاء الله. داخل ب 30 طير ان شاء الله. فالي فوز. بالتوفيق حبيبي. حياك الله. الاخ الكريم ولده جاي وياه. ها؟ ولده جاي وياه. ما شاء الله. والله انت تمزح انت الان. ترى نعرف اولاده. هذا بطل من الابطال. علي الابراهيم جاي علي 11 طير. 11 طير. كم سنه لك؟ من 2005. من 2005. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. بالتوفيق. الاخ الكريم يوسف السليمان، ما شاء الله. كم طير سجل؟ 70 80 طير. ما شاء الله تبارك الله. بالتوفيق. جميعاً يا رب. سابقين اعضاء من القديمين، من مؤسسين نادي القطيف. كيف الحال سيدنا؟ كم طير مسجل هالمره؟ سباق سكاكا. سكاكا كم؟ هذه يسموها بطولة أم المعارك. نعم. فإن شاء الله ندخل تقريبا 66 طير. نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع إن شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الاسم الكريم؟ علي الزوال. النعم عز وجل. معك. كم طير مسجل اليوم؟ اليوم مسجل 36 طير، ما شاء الله. ونتمنى ان شاء الله التوفيق. ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق للجميع. سباق 1000 كيلو صعب، مو بسهل. 1050 كيلو مو 1000. نعم. وهذا السباق يسمونه سباق التحدي. نعم نعم. بالفوز ان شاء الله بالتوفيق.
حسين محفوظ معانا الآن يسجل أحد المنسقين في النادي الحمام الزاجر. الله يعطيك العافية. الآن تسجل الأسامي وتسجل الرجول والتنظيم إلى سباق سكاكا 1050 كيلو. الواحد ماسك دوره الآن يسلمون الطيور. يشيك على الطير جنحانه متكاملين الريش أو مش متكامل. التشيك لابد منه على كل طير. والله يساعدكم والتوفيق إن شاء الله. الآن القفص الآن امتلأ. سجل هنا. اي خلاص هذا هو. ختم الآن. اي كم طير ياخذ القفص هذا؟ حبيبي كم طير؟ ياخذ 15 15 طير. 15 طير. كل قفص فيه 15 طير. 15 طير. لا هذا هنا. ومختار كم طير؟ 15 الحين 8 25 موديل 10 28 88 28 88 يلا الآن دخل الطيور. ختم عليه ختم الآن. هذه عملية الباسكتنج يسمونها. طبعا أول شيء دخل الطير هنا، بعدين يشيك على الرقم. إذا الرقم أوكي أوكي نضغط أوكي. شوف أوكي. الحين دور الرقم الثاني. طبعا هذا الماستر فيه الكتروني. شوف هذا الالكتروني، الحجي الالكتروني الحين يضرب. شوف ولا الحين شيك الرقم 18989. اوكي على طول هنا يصير ساعة العضو. هذه كل المعلومات تصير في ساعة العضو. هذه مقفلة ما تنفتح الا بعد السباق من النادي من نفس الماستر. هذا المتسابق الآن يشيك على جناح الطير، ريش متكاملة حق السباق، قطع المسافة. إن يبغى لو ناقص ريش ما كمل ما يخش السباق. الله يعطيك العافية. ما شاء الله حتى القفاص اللي حقك مميزين. خليجي. اي والله خليجي صحيح، اخضر واصفر. هذا الان ابو عقيل سجل اسمه. اسمه كان عقيل حبيبنا. اليوم في سباق سكاكا تشيك على الطير على الجنحان. هذا ابو عقيل من السابقين القديمين من عام 1992. ما شاء الله عليك، لا زال وانت السباق ماسك ما شاء الله. المسافة طويلة. اليوم الشور والمديم ما احبهم. نعم. الحمام يكب لو بيته عند البحر حق الوسط والقصير ممتاز. نعم. بس اذا هو يقول فراس عباس خليه 1050. سكاكا. هو في العام ضاربين في نفس اليوم في عرعر. ابو عقيل كلمنا عن الماضي. الماضي حلو بالتلفون والساعة. والآن الساعة الإلكترونية. الساعة الإلكترونية حلوة.
كنا بالتلفون اول الاول بالتلفون ما شاء الله. ننتظر الطير على ما يجي. وننظر مشوار السلام ونتكلم ونحصل في الاوائل. بالتلفون الاول إيه. وبعدين جات الساعة جات السوق الميزان القديمة وتالي جات البنزين وبعدها هذه راون الساعة الإلكترونية الآن. هذه الساعة الإلكترونية الآن. هذه خاص لي مو تأجير، أنا شاريها يعني في تأجير بعد؟ في تأجير وفي تشتري على حساب. نعم نعم. خدناها ب 4000 وشوي. الآن دي الساعة ب 4000 وشوي. نعم. هذه تسجل إلكترونيا الآن، من يجي الطير تسجل الطير. نفس الجوال زي ما تخزن الأرقام، هذا الطير بعد الطير تدخل رقمه وتخزن. نعم. ويعطيك العافية يا أبو. الله يعافيك عليك الله. مو مشغول. حبيبي حبيبي حبيبي. شكرا. الساعات الإلكترونية حق المشاركين أعضاء نادي سباق الحمام الزاجل. الآن مع السباق كل واحد يطلع ساعته، كل واحد اسمه عليه. هذا جاسم الخالدي، وهذا طالب علي الزواج. عبد العزيز المبارك سلم اليوم الطيور للسباق سكاكا. حيا الله الابطال. الله يحييك. هذا احد الابطال اللي سابق دوم مع النادي. اليوم مستعد اليوم؟ ان شاء الله باذن الله. نسال الله التوفيق لنا ولكم ان شاء الله حق كل المسابقين. كم طير اليوم دخل اليوم؟ حدود 100 150 هلا 150 طير. بالتوفيق حبيبي. جميعا ان شاء الله بهلال. والانتظار ان شاء الله. باذن الله باذن الله باذن الله ان شاء الله الحمام في المقدمه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق. ان شاء الله لك ونتمنى سباق ناجح لحق الكل ان شاء الله. ان شاء الله. تروح الجماعه يستاهلوا في الخير، وما قصر بعد الرئيس حسين حكيم والنائب حقه والحكام ما قصروا والله، مجهود يشكروا عليه والله يجزاهم خير ان شاء الله. حياك الله. ما شاء الله عليك. حياك الله ابو هلال. متسابق؟ نعم. حمام الزاجل؟ نعم. ما شاء الله عليك. كم طير اليوم مشارك؟ الحين 16 والله بالتوفيق ان شاء الله. الحين داخلين من قبل يعني. داخلين مسجلين يعني. داخلين سكاكا العالم سكاكا. مرتين. ما شاء الله. داخلين. ما شاء الله ما شاء الله ابطال ابطال. العدد قليل بس التوفيق ان شاء الله، فيهم البركه والخير ان شاء الله. التوفيق. نادي حمام الزاجل بالقطيف تسجيلات اليوم السكاكا، والمشاركين متواجدين كل واحد يسلم طيره، ولكن الله يبارك لهم وطيورهم يسجلون ان شاء الله من الاوائل. نتمنى لهم للجميع كلهم، بس الاجواء احيانا تغلب عليهم والوايرات تروح عليهم الطيور كثير. الواحد يدخل له طير ما يجي له احيانا الا 20 طير 25 طير 30 طير. فالاجواء والوايرات والقرناصين بعد ما يقصرون. هذه الاعضاء كلهم، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. الان شاركتوا الطيور طبعا. الطيور طبعا تتعرض للوايرات للقناصين للاحوال الجويه، احيانا تعرف يعني احيانا الواحد يسجل 100 ما تجي الا 20 30. وش تقول حبيبي؟ صح، هذا كلامك كله صحيح، لأن المسافة ما هي بسيطة، مسافة 1000 وشوي. تضاريس المملكة تختلف من منطقة لمنطقة، الأجواء تختلف، بتحصل بارد، بتحصل مطار، بتحصل هذا. بالإضافة إلى في بعض الأحيان الطير يحتاج إلى الماء ما يحصل ماء. ذكرت بالماء. الماء احيانا يشوف القار يلق يصير السراب ويحول عليه ولا يطلع الطير من القار. يطبقون في برك زيت اللي هو حق كرود آيل موجودة في الصحاري والشراب، فالطير من يشوفه هو عطشان يطبق ما يجي لك الا غرقان زيت، او بعض الاحيان يموتوا في البرك. وهذا اللي يصير عندنا. والوايرات اللي يجيك قص. الوايرات مقصوص مكسور. نعم. هذا الطير
يتعب حاله ويجي مسكين، ساعات يموت على الصيادة عندك. صحيح. هذا نفسه. الله ربك كريم. الناس تتعب وتربي. والله شوف نعم. طبعا كلام الاخوان القناصين في البر، طبعا هذا حمام الزاجل حمام ناس تعبانين عليه. وبالوفات شارينهم. ايوه، ثانيا مجهزينه للسباقات، ويتفاجئ الواحد يلاقي حمامه مضروب، فجزاكم الله الف خير وربي يرحم والديكم، تفادوا الحمام الزاجل. جعل الله ان شاء الله يوفقكم ويرزقكم من الخير، لكن احنا اهل الحمام الزاجل صراحه متعدين منكم يا القناصين، فلا تخلوني نغضب عليكم، انتم اخواننا حبايبنا، نتمنى لكم كل الخير والتوفيق للجميع. سمعت القناصين ان الناس تتعب وتربي وتخسر فلوس على هالحمام هذه الزاجل، وكيف يربيها وكيف يستنى اليوم اللحظه هذه في السباق سكاكا، وانتم بطلقه رصاصه حرمتوا المتسابق من التسجيل. فيا اخواني يا اعزائي انتبهوا صراحه، يعني هذا احد المشاركين من قديم الزمان، والله يرحم ابو رمزي، وهذا اخو ابو رمزي لا يزال يسابق بطيور حمام الزاجل، واليوم المسافه هي سهله اليوم ولا هي قصيره، فطويله يعني 1050 كيلو. وش تقول حبيبي؟ والله يعني هالاجواء دي متقلبه يعني. اشكرك ابو هلال على الدعم حق نشر الهوايه اول شيء. طبعا سباق الألف يعتمد كله، احنا نعتمد على الاجواء. اذا الاجواء طيبه التسجيل يصير طيب. اجواء جنوبيه ولا ذاك حمام دخل وين؟ العراق، والعراق تترياه بالصيف. انسلم من العراق ما بيسلم من اهل الحفر من القنص، من اهل سعيره من القنص، من اهل النعيري من القنص. الطير معرض من يطير لزين يوصل بيتك، في اي لحظه ينضرب، لا يقول لي بطل ولا مو بطل. انتهينا. نسلم رب العالمين. ايه اكيد. الله يحفظكم ويوفقكم ان شاء الله. حبيبي للجميع ان شاء الله التوفيق. رئيس نادي القطيف للسباق الزاجل، نبغى نبدا بسيطه عن سباق سكاكا الان، كيف التسجيل، كيف الترتيب، كيف الاعضاء، تسجيل طيورهم، وكيف تحطونهم في الاقفاص وتحطونهم بالسياره، وكيف الانطلاق. طبعا العضو يجهز حمامه في البيت حق السباق الماراثوني. بعد ما جهز حمامه، طبعا اليوم عندنا الوقت من الساعه 3 الى الساعه 5، لازم العالم تتواجد في هذا الوقت. كل واحد يجيب حمامه زي ما انت شايف، يحطه في صناديق الخاصه، بعدين تنتقل من صناديق الخاصه الى صناديق النادي الخاصه. صناديق النادي الخاصه مرقمه من قدام ومن الخلف. وقت الاطلاق يشيكون على الطيور. طبعا لما العضو يخلص ساعته من الماستر يحطون في اقفاص النادي. اقفاص النادي تنتقل الاقفاص نجهزها من قبل النادي بارقام اماميه وارقام خلفيه. هذا الامامي قفص الاطلاق له بتات، لما ينقص هنا وقت قبل الاطلاق بساعه تنقص البرشام دي كلها بتكون جاهزه الى الاطلاق. بعدين يجي اوتوماتيك حديد يربط هنا ويسحب الباب. نعم. تطلع منه الحمامه. فطبعا هذه تكون اختصاص النادي، خاصه بالنادي. يا ابو هلال، هذه السياره الخاصه بشحن الحمام. طبعا جهزت بشحن الحمام زي ما انت شايف. القفص رقم هنا امامي، هذا الحديد اللي تشبك فيها، بعدين تسحب الباب للاطلاق في النهايه. طبعا شوف العمود هذا جاهز، برشام هذا جاهز الان، هذا جاهز خلاص، مجهز ببرشام خاص، هذا رقم البرشام. اذا ينقص البرشام هذا الحمام يطلع. هذا برشام خاص ما ينقص الا قبل الاطلاق بساعه مع لجنه الحكام المتواجده في الطيور. الان عندهم ماي واكل؟ ايوه، الماي من الجهه الثانيه، في مجهزين حق الماي والاكل. طبعا الحين من يخلصون ينعطى ماي، ما ينعطى اكل الحين. نعم. ينعطى اكل بكره الصباح.
والانطلاق ان شاء الله بكره الصباح. لا، الانطلاق يوم الخميس. يوم الخميس بكره يوم كامل في الطريق. في الطريق. ايوه، يوم الثلاثاء مشوار كامل في الطريق. نعم. يوم الاربعاء يوصلون سكاكا الصباح، ما شاء الله، ياكلون الحمام. الساعة 10 يبتدي لجنة الحكام تشيك على الحمام كلها، على أرقام الأقفاص، على الطيور، كل واحد بورقته برقم طيوره. أي طير مو مسجل يطلع برا. فهذا النظام. والآن الساعات الإلكترونية هي اللي تسجل في أيوة. كل طبعا متسابق. لما يطلق الحمام يمكن يوصل يوم الخميس بالليل، المغرب ولا في الليل ولا آخر الليل. طبعا الطيور أثبتت جدارتها أنها تطير في الليل، وسجلنا احنا خلال 3 سنوات سجلنا أطير في الليل والصباح بدري، والحمد لله كل من التجهيزات اللي صارت والتطورات اللي صارت للحمام من قبل العضو ومن قبل إدارة النادي. جميل، الله يعطيك العافية. الله حيا الله يعافيك أبو إن شاء الله. هشام. هي طيارة مجهزة بالماء حق المشوار، وطبعا بعدين نشتري ماي ثاني بعد. طبعا يبينا 3 مرات كذا نشتري ما شاء الله حق الماي. نعم. بس الحين لازم السيارة تروح موجود فيه الماي، فأي محل يوقفون يكون متواجد الماي، جاهزين يعني إلى تشريب الحمام. مهمة الحمام خلال ال 12 ساعة الأولى تشريب ماي، بعد 12 ساعة الأولى بعدين نعطي الأكل. نعم. هذه الأرقام وهذا الآن القفاصة. هذه السيارة تتعذر كلها لنهاية. ما شاء الله. أبو هشام، نعم. كم طير سجلتون الحين تسجلون اليوم إن شاء الله؟ والله حدود 3000 طير 3000 طير إن شاء الله. طبعا السباقات السنين اللي راحت بال 5000 بال 6000 طير. نعم. ايوه، كان نادي القطيف اكبر نادي دخل حمام على مستوى المملكه في السباقات اخر 4-5 سنوات. نعم. اعداد هائله يعني في المسافات الماراثونيه. بس برضه لا يزال يعني 3000 مو سهل يعني. هذه الأجواء يا شباب، قريب شعبة أنصار. احنا قريب شعبة أنصار. الأجواء مغيمة بس بيضة، طبعا الغيوم بيضة. والآن صار وقت التأكيل يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم وصولنا الحفر يا شباب، وصلنا الآن الحفر، فتحنا على الحمام حق التهوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الخميس الموافق 29/1/2026، سباق سكاكا. وهذا أخونا أبو أحمد ياخذ الأحداثية. خلاص أخذنا الأحداثية. إلى أين هي؟ اللي احنا أخذناه دلوقتي، نقطة الأكسكة اللي احنا أخذناها دلوقتي. ايوه بياناتها اهي. هذه الأحداثية يا شباب، أحداثية الموقع. هذه طبعا سيارة الأحساء، وهذه سيارة الغطيف، وهذه سيارة الدمام. وبالتوفيق يا شباب، بالتوفيق. اثنين 3 اطلق. بالتوفيق يا شباب، بالتوفيق بالتوفيق بالتوفيق. وتم اطلاق الحمام يا شباب، بالتوفيق يا شباب، الله يوفقكم يا رب. وهذا الحمام
متوجه يا شباب، والله يوفقكم يا رب. طبعا هذه الشمس، حمام توجه. بالتوفيق يا شباب، بالتوفيق.